السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم أحبائي. برحب فيكم وبكل مشترك جديد انضم للقناة وبتشكركم كتير على تعليقاتكم الحلوة. اليوم رح أعمل مخلل الفليفلة الحارة اللذيذ لمحبي الحر بالمخللات. رح أعملها بطريقة سهلة وبتدوم لفترة طويلة محافظة على قرشتها ولونها الحلو. فتابعوا معي الفيديو أحبائي وبنبدأ وصفتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عندي أنا هون كمية من الفليفلة الحارة أو الحادة. بدنا نعملها للمخلل، غاسلتها ومصفيتها. فهلأ بالبداية رح نقيم هذا القسم العلوي منها من كل حبة فليفلة، ورح أعمل هيك فتحة بداخل حبة الفليفلة بالسكين. هلأ هي الفتحة بتفيدنا إنه وقت بتتخلل بيدخل المحلول الملحي لداخله وبتستوي وبتعطيها الطعم الطيب والقرشة المطلوبة. فهلأ هيك أنا بعمل كل الكمية مثل ما شايفين، عملنا الكمية كلها هيك بهالشكل هاد صارت جاهزة. كنت مجهزة مطربان نظيف، رح نحط فيه هيك قطع الفليفلة بشكل طولي هيك عم حطهم حتى يطلعوا هيك شكل حلو مرتب. بنحط الكمية اللي عنا كلياتها بهالشكل هاد، بنعمله بشكل طولي. اللي وصل معنا لهون أحبائي لا تنسوا اللايك للفيديو، واللي ما اشترك بالقناة يشترك فيها. هلا هيك صار عندي المطربان عبيته كله ورصيتهم بشكل منيح. هلا بدنا نجهز المحلول الملحي. فأنا هون عندي هذا نص لتر من المي، يعني كاستين. لكل كاسة بنحط معلقة كبيرة من الملح الصخري الخشن، ومنحط كمان نص معلقة كبيرة من السكر. هدول نص لتر من المي. ومندوبهم هيك بشكل منيح يدوب السكر والملح مع المي بشكل كويس. وطبعا دائما نذكر انه الملح اللي نستخدمه هو الملح الصخري الخشن، ما بيصير الملح الميودن. هلا هيك سكبنا للمحلول، بنسكبه حتى الكمية تغطي كل المطربان، كل قطع الفليفل اللي عندي بهالشكل هاد. هلا ممكن هون كمان نضيف اللي بحب قطع توم او فليفل حمراء اللي بحب. ضفت هون كمان معلقتين من الخل الابيض. وهيك هلا صار عندي جاهز المطربان. مثل ما ملاحظين المحلول مغطي كل كمية الفليفلة، لازم ننتبه لهالناحية. وهلا بنغطيه بغطاء محكم وبنتركه لعدة أيام حتى يستوي وبتغير لون الفليفلة. نتركه بياخد له عدة أيام أو أسبوع حسب الجو، وقت بيكون حار أو بيكون بارد. هلأ بعد أسبوع أنا هيك صار عندي الفليفلة مثل ما شايفين، صارت ما شاء الله لونها هيك ذهبي وحلو وصارت جاهزة. بنفتح المطربان. هلأ هذا المطربان هو زجاجي طبعا وبيضغط بشكل منيح، فهذا ممكن أنا أخليه لعدة أشهر عدا ما أفتحه. بيضل عندي تماما يعني كل الشتوية بيضل محافظ على الفليفلة. بس أنا هون بدي أفتحه، فلذلك عم بفتحه بالسكين لأنه بيضغط بشكل منيح. نحن هلأ بدنا نفتحه مشان نشوف كيف طلع عنا المخلل. فمثل ما قلنا يعني ممكن نخزنه قد ما بنريد طالما مضغوط بشكل كويس. وهلأ عم نطالع هيك حبات الفليفلة، شوفوا ما شاء الله على هاللون اللي عليها. طلعت فليفلة كتير مخلل كتير لذيذ وبلون حلو وقرشة كتير لذيذة وطعمه طيب. بمقادير مثل ما شفتوا بسيطة، وحتى الطريقة كتير سهلة، والمملح اللي حطيناه كتير مناسب للمخللات. فإذا عجبتكم هالطريقة جربوها ورح تحصلوا على مخلل كتير طريب. اللي بيحبوا الحر بالأكل مع الساندويش مع الأكلات أي أكلة بيحبوا الحر فيها. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة، وتشكركم كتير على متابعتكم، وإلى اللقاء.